اهلا وسهلا بكل اصحاب الجدد والمتابعين والمتفاعلين معايا في القناه، واللي بيتفرج على الفيديو لسه ما اشتركش يلا بسرعه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا بقى نعمل شويه شوربه اقتصاديه بتنفعنا في اخر الشهر بالذات وفي فتره الصيام، وبالذات في المحاشي وجميع الخضار. انا بسميها صراحه شوربه الانقاذ، بس لو اول مره تشوفوني انا اسمي نانا عادل. ويلا بينا نبتدي الوصفه. هنجيب عندنا حله سخنه، معلقتين زيت، معلقه توم مفرومه كبيره، ونبتدي ان احنا نشوح. هنديها صدمه، نحط لتر ونص من الميه، وممكن تزودوا الكميه لو حابين تخزنوها في الفريزر. بصله جزره متوسطه وبصله متوسطه بنقطعها اي تقطيع، ممكن تحطوا اي نوع خضار تاني لو حابين. نحط التوابل بقى: ورق لورا، ملح، مرقه مكعبين مرقه كبار، فلفل اسود، جوز الطيب اللي انتوا حابينه، يعني اللي انتوا بتحبوه تحطوه في الشوربه حطوه. ونبتدي نسيبها تغلي على النار لغايه لما كل الخضار اللي فيها يستوي. انا طبعا مش حاطه خضار كتير عشان ما تبقاش شوربه خضار، يعني انا عايزه شوربه اللي هو الحاجات اللي بنحطها في الشوربه العاديه في اي فراخ او كده. ونسيبها تبرد لغايه تبرد عندنا. ممكن تصفوها في المرحله دي وتستخدموها في الملوخيه في الحاجات لو عايزينها خفيفه. انا بسميها الصراحه شوربه فراخ او لحمه، في المرحله دي اصفيها. لو انا عايزاها اقلبها زي شوربه كوارع بط، بعزز اللون والطعم فيها اكتر وبستفيد بالخضار، بضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، وابتدي ان انا اصفي فيها المحتويات. وبكده خلصت الشوربه بتاعتنا، بجد طعمها تحفه جدا. مش عايزه اوصف لكم جمالها. انا باخدها وبخزنها الصراحه في اكياس، وبتبقى عندي في الفريزر لاي وقت سريع محتاجه شوربه، ما عنديش فراخ لحمه اي منتجات بروتين، باخدها واطلعها وجميله جدا. وبكده خلصت وصفتنا، واتمنى يكون عجبكم الفيديو. وما تنسوش فعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد.